مستحيل اجي على البصره وما اجرب المطعم المفضل عندي. هذا هو المكان يا جماعه، كل ما اجي على البصره لازم اجي هنا اكل دجاج، بس الدجاج اللي هنا يسووه بطريقه كلش غريبه. السلام عليكم حجي، شلونك؟ لي بغداد هنا فدوى قلبك، اشتهينا الدجاج من عندك حجي. حبيبي الغالي، احنا شوي ضفنا اضافات يمكن شفتها هناك سوبر ماركت. صح، اي ضفناها على الدجاج. صح، كان تتبيله وحده، اي هسه اكو اضافات من يطلع مثل الدجاج الى ان نوصل مرحله النص. زين، نحط له تتبيله ثانيه مثل ما يقولون، يعني تتبيلتين صارت بالضبط. هنا عندنا صارت الطريقه مالت الاجنحه. هاي الاجنحه اي 5 قطع دني ب 7000 دينار. لك هنا ضفنا اضافه، هاي الاضافه شنو؟ افخاذ صارت 5 قطع دني ب 8000 دينار. زين. هنا طريقه ثانيه هي مالت السدر، هذا عندنا سدر اي بعظم هنا ما بيعظم. هنا هاي الصلصه، خل اشوفكم الاجنحه والافخاذ والصدر. هاي شنو الطريقه مالتها؟ شلون تستوي؟ كلها بسبب هذا الولد الطيب اللي يقعد يهفي بيها لحد ما تستوي على كيف. وهذا هو اطيب ريحه دخان انا اشتمها بحياتي كلها. شوفوا كميه الدجاج الموجوده هنا، مو طبيعي. الوجبه جتي، نجرب الطعم. هالمره شنو نزلنا وياها؟ تم النوعين، الاحمر والابيض، اللي هو هذا قدامكم. نذوق الافخاذ بالبدايه. شنو الطعم هذا؟ التتبيله السريه هنا شيء كلش راقي. شوفوا شلون. نجرب ويا التمن. بسم الله. رهيب. شوف هذا المكان مشهور على مستوى البصره، يعني اي واحد بالبصره تساله يجي على شارع الاستقلال يجرب هذا المكان، لازم. وبعد ما كملنا عشان يا جماعه مثل ما عودناكم لازم لنا جولتنا بواحد من اجود انواع الشاي ممكن تشوفوه كل المحافظات العراقيه، اللي هو قرجي. انصحكم تجربوه لان الطعم مالته كلش طيب. اللمه العراقيه الحلوه ما تحلى الا وهي قرجي. نشوفكم اكيد حلقه جديده ومكان جديد. اخوكم محمد البرنس، في امان الله.